انا جبت هدف يا كابتن بالشكل ده واتحسب وكسبنا بسبب الجون ده الكاس كمان. انا على فكره دي ما فيهاش تعديل. ممكن اقول لك اصل ده القانون اتعدل، لا هي ما فيهاش تعديل. في بدايه الثمانينات كان الزمالك بيلعب في المنصوره. كان في مهاجم في المنصوره اسمه محمود درويش. حاول يلعب الكره بالعرض، راح على الجون. الحكم عبد الرؤوف المرشدي احتسب هدف مليون المية. الرايه قال له تسلل. الدنيا باظت. بصيت لقيت لعيبه نادي الزمالك حسن شحاته ومحمد صلاح فاروق والدنيا كلها نطوا من فوق السور الحديد ودخلوا اوضه اللبس، فاضطر الحكم ينهي المباراه واحتسبت للزمالك 2-0. من سنة 80 لغاية سنة 84 85 كل ضربات الجزاء ولا واحدة ضربة جزاء. البطولة الأفريقية سنة 84 احنا 3 ضربات جزاء مصريين في تاريخ نادي الزمالك. نعم. مباراة جت هناك مغلوبين 3-1. الكرة مش ماشية يا كابتن معصلجة والملعب فيه حوالي 120,000. عايزين نجيب جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكرة عشان حارس المرمى ياخدها. ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش. ده في بقى مباراه الجيش المغربي. الكرة اترفعت، انا رحت اللعيب بيلعب، كنت بلعب سنتر فيرود، اللعيب بيلعب على يمان. اول ما لمسني الراجل ده رحت واقع ضربه جزاء. الحكم ما شافش. طب انا وقعت ايه المناسبه ان انا اقع؟ لازم يكون ده عمل لي اعاقه، ضربني، عمل لي اي حاجه. وطبعا شوف بقى الحكم يا كابتن مدحت، الحكم مش شايف اي حاجه غير يجري على النقطه. بص جاي حاطط صباعه على فين؟ على النقطه. ولا شاف حاجه اساسا. ولا شاف حاجه. بس تركيزه كله على ضربه الجزاء. كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب؟ ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا. انت بتتكلم جد يا كابتن؟ والله صح، بتكلم بجد. موسم 90-91 الماتش ده الماتش اللي قبل الاخير للدوري كله، الاسبوع اللي قبل الاخير. ايوه. القصه دي دارت في بورسعيد. الزمالك شاري الماتش من المصري. انت كان معروض عليك 10 يعني كان معروض عليه 10,000 جنيه عشان يفوت الماتش. كان في فاول ليا. فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني مسكني مسكه ذكيه جدا. هو مسكني من زوري، فانا مع الهوا اتخنقت. فقلت له اوعى ايدك. اللاين مان الله اعلم قال ايه لقيت الراجل ايه قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور. الكره دي ما كانتش سهل خالص، حتى ما اتحسبتش فاول. الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه فاروق جعفر خد الفرقه ومشي، فاصدروا قرار بان هم هينسحبوا من الدوري. انسحاب يعني نادي الزمالك انت درجه رابعه. فكلمت الدكتور جنزوي رئيس الوزراء، قلت له انا هحل نادي الزمالك. هو له اهتمام في الزمالك انه في قرابه ونسب هناك يعني. قال لي طيب. بعد 5 دقايق كلمني قال لي طب ما تحل اتحاد الكوره. فحلينا الاتحاد. المقاولين بيلعب الزمالك وفي الدقيقه 42 حسبت بنالتي على الزمالك. شاط داخل الجون. يا دوبك خارج نهايه الشوط الاولاني، خارج على اوضه اللبس لقيت الحجر ده جاي. فيعني تقصد ان كان جمهور الزمالك هو اللي يعني استحاله يعني يكون المقاولين. انا صممت على الغاء المباراه. كنت اتصور ان المباراه هتحتسب للمقاولين. لكن فوجئت باعاده المباراه. وفاز الزمالك وخد الدوري. خدنا الكاس بالحكم اليوناني. انت بتتكلم في ايه؟ انت ليه جمال محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر. غصب عنك مش هتبقى عايز واحد بينافسك هياخد الدوري. صح. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ايه الدافع الحقيقي بجد كلاعب ان انا هموت نفسي؟ ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ ده نادي الزمالك لما جه احنا جاملناه في بطوله الدوري. جاملتوه طبعا جاملناه يعني لدرجه ان مدير الامن قال لك يا سيد الجماهير عاوزه ايه؟ قلت له ان الزمالك في صداقه زياده عن اللزوم. راح بايس
الزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، خد تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه، خش ال 18 ارمي نفسك. لعبت الغزل المحله 4 شهور، لعبت السيمي فاينال كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش على الزمالك، وفرص كتير جات لي ان انا هدف، قلبي ما طوعنيش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن، في يوم واحده من قلت له شيل، تقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده، شيل يعني الله ينور عليك. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي، لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. وقع جمال عبد الله، خطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره، مرشدي بيقول ما فيهاش حاجه. عاوز يدي حلمي تطلع قصيره، ياخدها عينه ويلعبها حلوه قدام، ياخدها رضا برزكاري، رضا برزكاري وهشام يكن، هشام يكن مشي من هشام يكن، مشي من هشام يكن والكره اوت. حسام حسن عرضيه يعدي صديق، يعدي عمرو، انما مصفر الحكم، فاول على عمرو انور. على طول محمد فوزي والانطلاقه وفيها تسلل، في تسلل في اخر لحظه. محمد عبد المنصف واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم، وانذار لعبد المنصف، انذار لعبد المنصف. انا راجل زملكاوي تمام، انا بقول للكابتن رضا البلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي، جون واضح وصريح ما فيهوش اي يعني شك ان هو اوف سايد، وقدامه غير كده الجون اللي دخل فينا مش فاول، الراجل حاسب لا يقل عن 15 فاول حوالين ال 18 عشان الزمالك يجيب جون. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام.